يا اخي ده انت بجح بجاحة. ايه البجاحة اللي بتتكلم بيها دي؟ انت نسيت انت عملت ايه في بنتي؟ قلة أدبي ولا طمعك؟ بس هقول لكم على حاجة، طالما وصلت لكده خلوا بقى بنتكم هي كمان في حضنكم. وبقت تسمعني الاسطوانات المشروخة، السمعة والكرامة والعرض. منك لله، انت ضغطت عليا عشان اتجوز عماد وانا ما بحبوش. كرهاك ورفضك ومش بتطيعك من اصله. كل اللي عملته انك نفذت لها رغبتها، وانا في ضميري بتمنى لك ان ربنا يعوضك بواحده تحبك. كنت متصور انك هتنسى وتطهر قلبك من الغل اللي جواك، لكن ما تصورتش ابدا ان حقارتك توصلك انك تحاول تخرب بيتي وتلوث سمعه مراتي واختي. يا واطي يا عديم الشرف، ما عملتش حساب انها مدارية على وسختك وعلى ندلتك وقلة اصلك. اخس عليك. نسيت انها بنت عمك ومن لحمك ودمك. فاكر لما هددتني اني لو ما وافقتش هتسافر ورا فادية ومش هترجع غير ودمها ودم جوزها محني ايدك؟ أنا اللي يبيع أختي أخته ما تلزمنيش. بنتك طالق يا عمي. عاوز انت ومراتك ترموني لعماد من تاني؟ من زمان قوي واني خابر انك شايلها لي ومش ناسيها، بس طالما انت فاكر كل حاجة كده، مش فاكر ان فادية نفسها ما كانتش رايداك وما كانتش عايزاك، ما كانتش بتطيقك من اصله. يعني كل اللي عملته اللي نفذت لها رغبتها، واني ضميري كان بيتمنى لك ان ربنا يعوضك ويرزقك بواحدة تحبها وتحبك. اكتر حد كنت عارف انا عايشة مع عماد ازاي، اكتر حد كنت بحكي له، اكتر حد كنت مستنية ان هو يحس بيا ويقول لي اطلعي من سجنه. مش انت اللي قعدت تبكيتي فيا لما ابويا عمل الشركه على صفوان، وقعدت تقنعيني ان احنا كده مش بناخد غير حقنا وبس؟ ليه نسيتي كل ده وقلبت كل الحياه لمصلحتك لوحدك؟ اكتر حد عارف انا ليه مخلفتش من عماد، وبالرغم ده كنت بتقعد تتمسخر عليا وتقلس عليا في الراحه والجايه انت ومراتك، وانا كنت بستحمل وما بتكلمش. كنت فاكرك هتنسى، كنت فاكر ان قلبك هينضف من الغل اللي جواه، لكن ما تصورتش ابدا ان حقارتك توصل لك انك تحاول تخرب بيتي وتسوء سمعة مراتي واختي. انت واطي وعديم الشرف.